1847 ولد توماس ألفا أديسون، المخترع والملقب بملك الاختراعات في الفترة دي وفي الحقبة الزمنية بتاعته. الراجل ده لحد دلوقتي احنا لسه بنستفيد من اختراعاته. عارف قصة حياته كانت عاملة ازاي؟ طب عارف كمية الانتقادات، وعارف ان هو في مرة حد اتهمه بالتخلف العقلي لانه بس فكر ان هو يعمل مصدر ضوئي. توماس ألفا أديسون للي ما يعرفهوش وده صعب جدا، هو مخترع المصباح الكهربي. في الوقت ده كان الناس بتمارس انشطتها في وجود الشمس، ومع غروبها بينتهي نشاطها اليومي، تبدا تاخد وضع الخمول والنوم عشان تبدا تكمل نشاطها في اليوم التاني. الراجل ده جاب باله فكره، احنا ليه ما نعملش مصدر ضوء يفيدنا في الوقت اللي الشمس مش موجوده فيه ويكون بديل ليها. هو الراجل ده لو كان عايش في الفتره بتاعتك وانت كنت واحد من الناس اللي عاشوا في 1847 وقت ما اتولد توماس ألفا أديسون، كنت برضه هتنتقده؟ تقوليش لا، اكيد كنت هتنتقده لانك مش فاهم هو بيعمل ايه، ومش فاهم ليه الاختراعات بتاعته وافكاره قد ايه هي مهمه بالنسبه له، وقد ايه هي بتكون جزء كبير قوي من شخصيته ومن كيانه اصلا. مهما الفكره اللي جت في بالك والحاجه اللي انت بتعملها وحاببها معرضه لانتقادات وبتسمع عنها اراء سلبيه، اوعى تتهز، اوعى تبطل تعملها، لان السخافات والتفاهات والانتقادات دي معناها حاجه واحده بس، انهم مش فاهمين ليه الموضوع مهم قوي بالنسبه لك. مهما كان اختلاف الشيء اللي انت بتعمله عن المجتمع اللي انت فيه، طالما هو صح ما بيغضبش ربنا، ما بيزيش حد، وانت مؤمن بيه ودي اهم حاجه، اوعى تسمع لاي راي سلبي، لان زي ما اتفقنا الراي السلبي معناه انهم مش فاهمين قد ايه القضيه دي مهمه بالنسبه لك، وانت مستعد انك تدافع عنها بروحك، وما تنساش تدافع عن احلامك بروحك. دي نصيحتي النهارده، اتمنى انها تاثر فيكم، واتمنى انها تغير في ناس كتير جدا، ومستني رايكم لو حد مختلف عني. انا طبعا بحب جدا الانتقادات، اي حد هيقول راي مختلف التعليقات مقفوله. سلام.